ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. ذنوب الخلوات ديت من اصعب الذنوب اللي هي بتيجي يوم القيامة. بتكتشف ان انت عندك سيئات كتيرة جدا، حتى لو بتعمل حاجات كتيرة قوي حلوة. بس ذنوب الخلوات ديت بتخلي رصيدك من العبادات مفيش. ودوت كان بناء على حديث رسول صلى الله عليه وسلم، وهو بيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله عز وجل هباء منصورا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما إنهم إخوانكم ومن جلدكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقواما إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يعني معنى كده ان الناس دي اول ما بيبقوا في خلوة بيبدأوا ان هم يعملوا الذنوب والمعاصي. هي دي المقصود منها من ذنوب الخلوات، الحاجات اللي محدش شايفك وانت بتعملها. يعني انت مختلي بنفسك. تبدأ بقى ان انت تشغل التليفون بتاعك تتفرج على افلام اباحية. تبدأ ان انت مثلا حد كاتب حاجة فتكتب له تعليق، مثلا التعليق دوت يحبطه، ممكن يخليه يكتئب، ممكن يخليه ينام في السرير يومين ثلاثة. ان انت تغتاب حد، ان انت تقول مثلا تبدأ تقوم تعمل اعمال سيئة، اعمال فيها فواحش. اما مثلا ان يكون زنا، انها تكون ان انت بتتكلم مثلا مع حد، فتبدأ بقى تدخل في الإباحيات والحاجات دي. كل دي هي ذنوب الخلوات التي لا يعلمها أحد غيرك. طيب أنا لما اختلي مع نفسي، اختلي مع نفسك واذكر ربنا. احنا عارفين ان احنا دلوقتي في الأيام دي ما بقاش فيه بركة، البركة بقت منزوعة من البيوت، منزوعة من الناس كلها. معظم الناس بقت عندها أمراض، الناس ما بقاش عندها لا صحة ولا رزق ولا مال ولا أي شيء، وبقى منزوع يعني في هذا الزمن البركة منزوعة من كل شيء. وطبعا دوت بسبب ان احنا كترت علينا الأشياء اللي بتخلينا نعصي الله وبتخلينا نبعد عن ربنا بعد كبير، وما نفكرش. التليفونات مثلا، النت، الحاجات اللي هي التلفزيون بالحاجات اللي بنشوفها، بالمناظر اللي انت بتشوفها، حاجات كتيرة جدا. ويبدأ الشيطان بقى والقرين يوسوس لك ان انت ما حدش شايفك، اعمل كذا، قول كذا، ادخل كلم فلانة، ادخل اعمل مش عارفة ايه. كل الحاجات اللي هي ذنوب الخلوات دي اللي انت بتبقى مش حاطط في دماغك ان انت ذنبه هستغفر ربنا، دي من اعظم الذنوب. لان ما حد لا يراك الا الله، اللي بينك وبين ربنا يعني هو بس اللي شايفك. انت متخيل ان ما حدش شايفك؟ انت متخيل ان انت هتطلع للناس بكرة هتكتب لهم كم رسالة على الفيس ان انت بتصلي وان انت بتقيم الليل وان انت من الناس اللي هم بيقيموا شعائر الله والمحافظين، وانا بالليل بقى هعصي الله براحتي، هتفرج على الافلام الاباحيه براحتي، هتكلم، هقول النكت اللي هي الوحشه وابعتها لاصحابي براحتي. كل ده ذنوب انت عمال تاخدها من غير ما تحس. بتتكلم على فلان، اتصلت بفلان وجبت سيره حد وقعدت تغتابه. حد قالك فلان دوت مثلا وصل لدرجه معينه، تبدا تحقر من شأنه وتقول لا ده مش عارفه ايه، وتبدا تتكلم عنه وتحكي اسراره وتجيب في سيرته بالسوء. حتى قال الله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول فكان الله بما يعملون محيطا. يعني انت حاسس ان محدش شايفك، فخلاص براحتك بقى، اعمل اللي انت عايزه، اذي الناس براحتك، اعمل لدوت فخ براحتك، اتكلم على دوت نميمة وغيبة وقلنا زي ما قلنا زنا، فواحش، معاصي، فرجة على أفلام وحشة، كبائر. كل الحاجات دي اللي انت بتعملها انت متخيل ان محدش شايفك، لكن انت ربنا معاك في كل مكان. من خاف الله أخاف الله منه كل شيء. يعني انت لو انت بتخاف ربنا، ربنا هيخلي الناس كلها تعمل لك، تخاف منك وتعمل لك هبة ومهابة. لو ماشي جنب حيوان هيبدأ يبعد عنك، لو في إنسان عايز يأذيك هيخاف منك. ربنا هيخلق هبتك ومهابتك في قلوب كل عباده، لأن انت بتخاف الله ولا تعصيه.
ودايما تحس مثلا ان الناس اللي هم القريبين من ربنا دايما ليهم هيبة كده ومهابة. اول ما يدخلوا مكان تحس ان الناس كلها بتلتفت ليهم، الناس كلها بتعمل لهم احترام، الناس كلها بتبقى عايزة انها تخدمهم او تعمل لهم اي حاجة، لان هم بيخافوا الله. فالله جعل مخافة كل الناس في قلوبهم، وبقى عندهم هيبة ومهابة، ودوت من حبهم لربنا، وده لانهم طاعتهم في الخفاء زي العلن، ويمكن في الخفاء بيعملوا طاعات اكبر. واحنا كنا بنسمع عن الصالحين من من الحاجات اللي كان اللي انا قريتها في كتب الصالحين، واللي هم الصحابة والناس دي، انها كانوا بيخبوا الحاجات الكويسة اللي بيعملوها، بيخلوها خبيئة ما بينهم وما بين ربنا. يعني الراجل مثلا عايز يقوم يقيم الليل، فيتسحب من جنب امرأته وعشان ما تحسش بيه ان هو يعمل ايه. لما تبدأ تتتبعه وتشوفه هو رايح يعمل ايه، تلاقيه رايح يعتزل ويعمل خلوة مع نفسه مع الله، بتلاقيه في ذكر، في صلاة، في عبادة، في طاعة، فتتعجب من أمره. فيقول لها دي خبيئة ما بيني وما بين ربنا، أنا كنت عايز أخفيه عشان لا يعلمها إلا الله. أنت متخيل إن هم بيخبوا أحوالهم وعباداتهم عن أهل بيتهم، عن الناس اللي عايشين معاهم، علشان هم مش عايزين لا كبر ولا رياء، ولا عايزين إن حد يعرف. دي تبقى حاجة ما بينهم وما بين ربنا. الناس دي بتختلي بنفسها مع الله. انت لما تكون في عزلة، او في وقت انت في وقت الليل، في وقت ما فيش حد شايفك، في وقت ما حدش معاك، خلي خلوتك مع ربنا، ناجي ربنا، اقعد قول له يا رب انا حصل لي كذا وعملت كذا، والنهارده انا زعلت فلان يا رب بس ما كانش قصدي، النهارده انا طلعت الصدقه دي والله يا رب خالصه لوجهك، النهارده انا قريت مثلا جزء من القران ده خالص لوجهك، النهارده انا صليت قيام الليل خالص لوجهك يا رب. انت النهارده سلطت عليا فلان ان هو يأذيني او يقول لي تعليق مثلا مش عاجبني، او ان هو يحبطني، او ان هو يعمل لي كذا، يا رب انت ان كنت سلطت عليا بذنب يا رب فاغفر لي ذنبي. اقعد بقى احكي مع ربنا كل حاجة جواك، استغفر، سبح، صلي على النبي، صلي صلاة، صلي قيام ليل، اقرأ قرآن، عندك أوراد قولها، عندك أدعية، صدقات طلع، كل حاجة اعملها خبيئة ما بينك وما بين ربنا، لا يعلمها أي أحد من البشر. وإياك وذنوب الخلوات، لأنها أساس الانتكاسات. قال الإمام ابن القيم: ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات، وعبادة الخفاء أسباب الثبات. يعني لما تعبد ربنا في الخفاء من غير ما حد يعرفك، هتلاقي ربنا هيثبتك على الطاعة، لأن أنت لا تبتغي بذلك، أنت لا تقصد بذلك من، ولا حتى بتجهر بالفعل اللي أنت بتفعله، أنت مش عايز حد يشوفك، مش عايز حد يقول الله ده فلان دوت من المتقين. حتى عشان كده لما بنيجي نطلع الصدقة ربنا بيقول لنا طلعوها مخفية، يعني كل حاجة في الخفاء بتعملها بيبقى نصيبها كبير جدا. غير ان لما الاقي واحد عمال يطلع الصدقة وعمال يتصور ويقول انا عملت وانا سويت، هو لا يبتغي وجه الله، هو عايز بس الناس تقول عليه فلان ده بيعمل صدقات، فلان ده بيطلع لله، فلان ده. احنا بنتكلم عن الخبيئة والخلوة اللي ما بينك وما بين ربنا، والحاجة التي لا يعلمها غير الله، دي اللي هتنجيك، دي اللي هتخلي حسناتك زي جبال تهامة، دي اللي هتغفر لك ذنوبك، دي اللي هتخليك تدخل الجنة وانت من حواليك منور كده وطريقك فيه نور. ويمكن ربنا يقولك ساعتها تشفع إلى 70 من أهلك، تبدأ بقى تشوف مين من أهلك اللي هم أصلا ما دخلوش معاك الجنة بسبب ذنوب خلواتهم، وبسبب سيئاتهم، وبسبب النميمة والغيبة والتقليل من الناس والتحقير من شأنهم والكلام اللي كان بيوجع الناس. كل حاجة انت بتعملها بتأذي بيها شخص، بتكون يوم القيامة حائل ما بينك وما بين دخولك الجنة. دايما اعمل الخبيئة اللي تخليك عند ربنا في مرتبة عليا، في مكانة عالية، في عليين، الحاجة اللي تخليك انت دايما في عندك جبل من الحسنات. اعمل الحاجات اللي هي ما بينك وما بين ربنا لا يعلمها غير الله. وإياك 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 من ذنوب الخلوات، لأنها يعني أساس الانتكاسات زي ما بنقول. وهتلاقي نفسك يوم القيامة وتحسبونه هين وهو عند الله عظيم، انت حاسس انها قليلة لكن هي عند ربنا كبيرة جدا. والسلام عليكم ورحمة الله.